دونك نتوما عرفتوا من خلال هذا الورش البيئي اللي درنا معكم هذا الصباح هذا شنو هو الهدف ديالو بالدرجه الاولى، هو اننا نرسخوا عندكم ثقافه المحافظه على البيئه، بحكم انكم ابطال رياضيين كتدرسوا في ثانويه الاميره لاله سلمى رياضه ودراسه. نتمنى انكم نتوما تشاركوا هذا الشيء مع الزملاء ديالكم ومع الاهل ديالكم. علاش؟ باش دائما العقل السليم عندنا في الجسم السليم، بحكم اننا رياضيين، ولكن الجسم السليم خاصو بيئه سليمه. المحافظه على البيئه مهمه بزاف، كذلك على الثروه المائيه وكل حاجه. اذا باش يكون عندنا دائما جسم سليم شنو خاصنا نديروا؟ بيئه سليمه، يعني التلوث ممنوع. وبرافو عليكم تبارك الله عليكم، هادشي انا شايفه هاد الثقافه وكنلمسها فيكم، ولكن حنا نزيدوا نطوروا من راسنا، نحاولوا اننا نوعيو كاع الاصدقاء ديالنا والبلان اللي معنا والمحيط حتى اللي كنعيشوا فيه خارج المؤسسه. جمعية آباء وإدارة ديال المؤسسة ارتئينا نديروا هذا النشاط اللي هو بيئي صحي ورياضي. الورش الأول غادي نبداو هو بالتشجير وزائد نجمعوا البلاستيك باش نحافظوا على واحد المناخ رائع وصحي لكم بالدرجة الأولى. وحنا كجمعية وإدارة المؤسسة غادي نشاركوا كاملين في هذا الورش هذا. صافي يلا فرحانين، يلا برافو. السلام عليكم، شكرا سي مكاوي عن جريده مستقله قياس على التغطيه الاعلاميه ديالها في هذا النشاط البيئي. شيء جميل اننا كنشوفوا حتى الاعلام كيساهم في نشر ثقافه المحافظه على البيئه. وبهذه المناسبه كنتوجه بالشكر اكيد اداره المؤسسه الاداريه والتربويه على راسهم السيده المديره مديره ثانويه الاميره لاله سلمى رياضه ودراسه، وكذلك اعضاء مكتب جمعيه اباء امهات واولياء التلاميذ للثانويه، كذلك السيد المدير الاقليمي الاكاديميه، كل مسؤولين على القطاع، يعني تبسيط الامور ومديه العون من اجل يعني ترسيخ قيم المحافظه على البيئه ومن اجل صحه سليمه. ضروري خاص تكون عندنا بيئه سليمه، بحكم ان كلام اللي عندنا داخل المؤسسه ابطال رياضيين اقل ما يمكن اننا حنا نعطيوهم هما انهم يتعلموا ثقافه المحافظه على البيئه. وشكرا لكم، شكرا للجميع، شكرا للتلاميذ كذلك وكاع كل من ساهم في هذا الورش البيئي.